السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسونيش في اللايك والاشتراك ويكملوا معايا الفيديو للآخر. إن شاء الله بإذن الله يكون الفيديو بتاعنا مفيد النهاردة. بدأت كده اليوم، عملت فطار لزوجي وأنا بصراحة ما كانش ليا نفسي أفطر، فقلت أفطر فاكهة. اليوم النهاردة عندي مسحوم وهضطر إن أنا أنزل الشارع علشان خاطر أعمل الإشاعة. فقلت اشوف الدنيا كده فيها ايه. انا طبعا يعني مش عارفه المكان، مع اني ساكنه في المكان بقالي 3 سنين، ولكن طبعا انا ما كنتش عارف مكان الاشاعه ولا حاجه. فنزلنا، وانا عايزه اقول لكم احنا نزلنا في عز الظهر حرفيا. الشمس يعني قتلتنا، فربنا يكون في عون الناس اللي هي شغلها فعلا في الشمس. ربنا معاهم يا رب ويرزقهم رزق حلال طيب يا رب مبارك فيه. طبعا حالة الشقة كانت في حالة يرثى لها، ولكن بما ان احنا كنا صاحيين متأخر اليوم ده وكان همي كله بصراحة ان انا انزل اعمل الاشاعة واطلع، فسيبت البيت زي ما هو كده. انا عايزه اقول لكم يضرب يقلب، وبنتي عندها مشكله مع الباسكت، انا مش عارفه ايه هي بصراحه. نزلنا طبعا وجينا على حوالي الساعه 4. انا عايزه اقول لكم بقى جيت النور كان قاطع، لا عارفين نشغل بقى مروحه ولا عارفين نشغل اي حاجه. واحنا في الطريق الحاجه الوحيده الصح اللي احنا عملناها اليوم ده ان احنا طلبنا الاكل واحنا في الطريق. فعقبال ما جينا كان الاكل جه ورانا على طول كده. طلبنا بولتي مقلي ورز بالجمبري وقلنا نتغدى. طبعا النور كان قاطع فاتغدينا. وعايزه اقول لكم كمان بقى لما اكلنا يعني الحراره زادت، اللي هو بقى يا جدعان ايه ده، مفيش منفس يعني. فالحمد لله ان انا يعني عندي قوارير بملاها ميه وبخليها احتياطي لان انا في دور عالي وكده. فبصراحه الميه اصلا احيانا بتقطع، فلما الكهرباء كمان بتقطع بتبقى الميه والكهرباء، فالواحد ما بيبقاش ناقص. اتغدينا كده وشربنا الفي 7 ده جميل قوي، ليمون بالنعناع طعمه حلو قوي. وانا عايزه اقول لكم شايفين الصودا اللي فيه ما شاء الله جميله. طبعا الخطه النهارده ان انا كنت هنضف الحمام تنظيفه عميقه، وهنضف بس الريسبشن كده هلملمه يعني. فطبعا علشان انا قاعده في دور عالي فالشباك منه يعني للسما، فبيلموا تراب على طول. فبدات كده بان انا اغسل الشباك، جبت الحمام من فوق لتحت. وانا عايزه اقول لكم الاصفر اللي في الجنب ده فوم سيليكون، لان يعني لما خدنا الشقه بقى بعد ما اتجوزت يعني لقيت الدنيا مهويه بين الشباك وبين الحيطه، وانا كنت متجوزه في شهر واحد. فانا عايزه اقول لكم كان الهوا ملوش حل. فلما جبناه طبعا ما عرفناش نظبطه، فلزق منه كده في الشباك ومش عارفين نطلعه. طبعا الحمام هو القعده بتاعه الحمام اعزكم الله، والحوض لازم يعني لازم اصلا الغسله اللي هي اليوميه دي. فانا بستخدم يعني انا مخصصه ليفه كانت بتاعت مواعين، وبعد كده بقى انا خصصتها خلاص هي للحمام للحوض والقعده وكده. وبحط عليهم كلوريكس الوان وبنضفهم. وانا عايزه اقول لكم الارض شايفين كميه الصابون اللي فيها ده بس مكان الحوض والقعده، يعني انا اصلا ما كنتش حطيت عليها صابون ولا حاجه. ده اللي كان واقع من القعده والحوض. فطبعا قلت انضفه كده تنظيف عميق، ان انا مصدقت بصراحه النور جه والميه كان الواحد بقى خلاص يعني. والوحده دي اللهم لك الحمد متظبطه من ساعه ما عملنا لها تنظيف عميق. شايفين الشباك اللهم بارك بيلمع. فقلت بقى اخد شاور كده واستريح، وبعد كده اطلع على الريسبشن لان الريسبشن بصراحه كانت حالته يرثى لها. فطلعت كده. طبعا بتاع ده ثبت الفاكهه ده. انا عايزه اقول لكم هي الصيف اصلا الفاكهه كلها بتتحط في التلاجة، سواء تين عنب مانجا، فما فيش حاجه بتتحط بره. فانا قلت هو كويس كده يلملم لي العيش، في لب في اي حاجه، ما شاء الله بيشيل كميه وشكله حلو يعني. فطلعت كده نظفت الريسبشن وكان خلاص اصلا الليل ليل. انا عايزه اقول لكم والله العظيم انا جالي احساس من قاعده بعمل الاشاعه اللي هو ايه ده يا جدعان، هو المركز اللي انا عملت فيه بتاع اشعه وتحاليل، هو ايه ده، هو مفيش حد سليم بره ولا ايه؟ فنسال ربنا كده العفو والعافيه، وربنا يرزقنا يا رب جميعا الصحه والعافيه. عايزه اقول لكم يعني برغم التعب وكده، ولكن والله فعلا يعني طول ما الواحد ايده في البيت لا الدنيا بتنضف وبتبقى حلوه يعني. انا كل يوم بعمل حاجه، بحب انضف كل يوم كده حاجه تنظيف عميقه، حتى لو درج واحد بس في المطبخ بيفرق معاكوا على المدى البعيد. طبعا واحنا بنعمل الاشاعه اشتريت بامبرز ومناديل لخوخه. عايزه اقول لكم بتاكل المناديل يعني، شايفين فتحت العلبه دي واخد علبه تانية انا لهيها فيه علشان خاطر اعرف اصور. وعملت الاشاعه وقلت بقى ان شاء الله اروح للدكتور اشوف انا عملت ايه. والله بجد ربنا يكون في عون الناس، والناس اللي عندها اكتر من طفل بيلبس بامبرز دول ده انتوا ابطال. عملت بقى كوبايه شاي وحطيت لب كده، وقلت بقى اقعد
يعني اروق على نفسي، لان الشمس بصراحه النهارده كانت طلعت عيني، فالله يعين الناس اللي هي فعلا شغلها في الشمس. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.